السلام عليكم. مازال حيرة شنو توجدي الكوتي؟ جبت لك الطبيلات ديال الكوتي اللي غادي نحضروا فيها البريوش بالعجينه المعتمده ديالنا بجوج ديال الاشكال وبنكهات مختلفه. اتمنى ان هذا الفيديو هذا يعجبكم وتستافدوا معايا فيه، وخليك معايا ما تمشي فين. يلا نبداو، بسم الله. في الاناء درت معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره ديال السكر، 3 ديال المعالق كبار ديال الدقيق، وغادي نضيف من بعد كاس ديال الماء دافي وكاس ديال الحليب دافي. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتها وغادي نغطي الاناء ونخليه حتى كتفاعل لينا الخميره تقريبا ديك 10 حتى ل 15 دقيقه. المهم هاد العجينه هذه هي المعتمده عندي وولات معتمده عند بزاف ديال البنات، يعني راها يعني كنحصلوا هكا على واحد البريوش اللي كيجي خفيف وقطني والنتيجه ديالو ناجحه. صافي تيكون هذا هو الشكل ديال الخميره ديالنا بعد ما تفاعلت. غادي نضيف عليها من بعد نص كاس ديال الزيت، نضيف الكميه المتبقيه ديال السكر، انا كندير نص كاس، بغيتو تزيدوا الكميه ديال السكر لكم الاختيار. ضفت كذلك حبه ديال البيض، وغادي نسمو هنايا البريوش ديالنا بشويه ديال الفاني او كتنسموه بمبشور ديال الحامض او البرتقال، المهم لكم الاختيار. صافي كنخلط هاد العناصر مع بعضياتها باش عاد ديك الساعه غادي نضيف واحد القبيصه د الملحه ونبدا كنضيف الدقيق تدريجيا شويه بشويه. المهم هاد العجينه هادي ما كنحتاجوش نقيسو فيها يدينا، كنبقاو كنخلطوا فيها يعني حتى كنحصلوا على عجينه اللي كتكون خفيفه وكتلصق لنا شويه في الاصابع. ضفت كذلك واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلوى من وزن 8 غرام. صافي وغادي نبقى مستمره كنضيف الدقيق حتى يعني كنحصل على هاد النتيجه هذه، عجينه اللي كتكون بهذا الشكل هذا، يعني كتلصق وخفيفه. دائما يعني كتدخل ليا بين 550 حتى ل 600 غرام، المهم على حساب الحجم ديال البيض، على حساب الجوده ديال الدقيق، وكذلك الكاس اللي عبرتو به السوائل. صافي غادي ندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نغطيها ونخليها جانبا يعني حتى كتختمر ويتضاعف الحجم ديالها. وهذا تيكون هو الشكل ديال العجينه ديالنا بعد ما خمرات مزيان وتضاعف الحجم ديالها. تقريبا واحد الساعه هكاك خليتها كتختمر، بحكم ان دابا الجو بارد فكتاخد شويه الوقت، او ممكن انكم تدفيو شي شويه الفران وكتدخلوا العجينه ديالكم هكا الفران طبعا اللي كتدفيوه وكتطفيو النار طبعا. يعني ديك الساعه راها كتختمر في ثلث ساعه، 25 دقيقه هكاك، نص ساعه كاع، فكتكون راها خامره. صافي هنايا دائما بما ان العجينه كتكون هكا خفيفه وكتلصق فكنستعنوا بشويه ديال الزيت. كندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت وكندهن حتى يدينا هكا بالزيت باش ما كتلصق ليناش العجينه في يدينا. صافي وقسمت هنا العجين ديالي الى نصفين، باش جزء غادي ندير منه هكايا واحد الكعيكعات يعني بالمذاق هكايا ديال القراشل، والجزء الثاني غادي نعمروه بلا كريم باتيسير بحبيبات الشوكولاته، جاو يا سلام. المهم هنايا الجزء الاول درت فيه واحد المعلقه كبيره ديال الزنجلان طبعا اللي محمر، ومعلقه صغيره ديال النافع، او كديروا حبه حلاوه او كتخلطوا بيناتهم بجوج. صافي كندمج مزيان هاد الحبوب هادو في العجينه، او ممكن تنسموا بالبرتقال، يعني كل عجينه نسموها باش ما بغيتو. صافي بعد ما دمجت العجينه ديالي مزيان بداك الزرارع، غادي نبدا هكايا كنشكل منها كويرات، درتهم تقريبا من وزن 60 55 غرام. المهم ما كنفوتش دائما، ما كنفوتش 60 غرام، حيت هكا تيجي الحجم ديالهم متوسط ومازال راهم غادي يخمروا فراه كيتضاعف الحجم ديالهم. صافي بقيت هكا مستمره تنقسم العجينه ديالي، عطاتني 8 ديال الكويرات، ومباشره غادي نبدا كنشكلهم. كناخذ كره ديال العجين وغادي نبدا هكايا كنشكلها على شكل بحال حريبلات بهذا الشكل هذا. المهم انا هنا خديت غير واحد المسطره باش يجيونا من نفس القياس، يعني الكويرات كامله. المهم المسطره فيها 20 سنتيم، فخديت هكايا القياس بها وبدا كنقطع العجينه ديالي بهذا الشكل، باش من بعد ما غادي يخمروا ويطيبوا تيجينا الشكل ديالهم بحال الكعك. غادي نعاود ندير معكم واحده اخرى. كناخذ هكا كره ديال العجين، وما تنساوش دائما الا شفتوا ان العجينه كتلصق لكم فكدهنوا واحد الدهنه خفيفه بالزيت. صافي خديت القياس هكا بديك المسطره وكنقسم العجينه ديالي الى نصفان، وكل نصف كنقسمو على جزء، وكل جزء كنقسمو عاوتاني على جوج. المهم باش هكا يجيونا كاملين متساويين بنفس الشكل ونفس الدوره ونفس الحجم.
صافي وغادي نبقى هكا مستمره حتى نكمل العجينه ديالي كامله. وطبعا راني كنديرها في الصينيه ديال الفرن اللي غلفتها بورق الطبخ. صافي بعد ما كملت التشكيل ديال العجينه الاولى مباشره غادي ندوزو لتحضير الشكل الثاني. فوق سطح العمل غادي نرش هكا بشويه ديال الدقيق. في هذه العجينه هذه غادي نستعن بالدقيق في بلاصه الزيت، حيت غادي نبقى هكا نقطعها وهذا فتقدر بالزيت تعذبني او تبدا كتزلق لنا ولا شي حاجه. صافي خديت الكره ديال العجين كامله. دائما كنرش هكا واحد رشيشه خفيفه ديال الدقيق، حاولوا انكم ما تكتروش منه. وغادي نعطيها شكل يعني مربع او مستطيل بهذا الشكل هذا. السمك ديالها يكون شي شويه يعني رقيق، حيت راه مازال غادي نخليوها تخمر، يعني ما تكونش السمك ديالها غليظ باش ما يجيكمش البريوش يعني فيهم العجينه لداخل كثيره. صافي قسمت العجينه ديالي هكا الى نصفين، وكل نصف غادي نقسمو بهذا الشكل هذا على 4 ديال المستطيلات، يعني بحال الشكل اللي كنحضروا البتي بان. المهم انايا كل عجينه كنطويها على جوج باش هكا يجيوني من نفس القياس. ونبداو في التشكيل ديال البريوش ديالنا. كناخذ هكا واحد المستطيل من العجينه، النصف هكا كندير فيه يعني هكا يديه، والنص الثاني هو اللي غادي نقطعو بديك القطعه كيف كتشوفوا. كتجيب لنا واحد الشكل تيجي بحال العوينات او مزيكزاكي، يعني بحال الشكل ديال لا جالوزي. صافي وبالنسبه للحشوه اللي درت في هذا البريوش درت كريم باتيسير مع حبيبات ديال الشوكولاته، وكنسد هكا على ديك لا كريم باتيسير. نحاولوا غير دوك الفتحات ديال العجين نحلوهم مزيان باش منين يخمروا لنا ويطيبوا يجيو هكايا محلولين ويجيو باين في المنظر ديالهم. وطبعا يعني راه حنا كنسدوا العجينه مزيان على بعضياتها باش هكا ما تحلكمش وما تخرج لكمش الحشوه اثناء الطهي. صافي خديت هكا الجزء النصف يعني كنقطعو، والنصف كنخليه يعني باش هكا غادي نديرو فيه لا كريم باتيسير. غير هو فاش تقطعوا العجينه ديالكم بديك القطعه حاولوا انكم تحلوا دوك الفتيحات باش يجيو باينين. في حاله الا ما كانتش عندكم هذيك القطعه فكديروا هكايا فتيحات اما بالسكين او يعني كديروا شكل اخر راني فايته مشاركه معكم هكايا يعني تيجي تقريبا بحال هذا الشكل هذا. غنخلي لكم الرابط ديالو اسفل في صندوق الوصف، وراني مشاركه معكم العديد والعديد من الاشكال ديال البريوش يعني وحتى لما كانش عندكم يعني هذه القطعه هذه فممكن انكم تحضروا اشكال اخرى. صافي غادي نبقى هكا مستمره تنقسم النصف ديال العجينه. كندير الحشوه ديال لا كريم باتيسير. بالنسبه للقياس ديال لا كريم باتيسير يعني اللي درت فيها 8 ديال القطع ديال البريوش، درت واحد الكاس ديال الحليب مع معلقه كبيره السكر، معلقه كبيره ديال البودره ديال لا كريم باتيسير، شويه ديال الفاني، وخلطتهم مزيان ودرتهم فوق النار حتى عقدت لينا الكريمه. وطبعا ممكن انكم تعمروا اما بشوكولاته ليدان تعمروا بالمربى، يعني ماشي ضروري ديروا لا كريم باتيسير كيف ما درت. صافي وغادي نبقى هكا مستمره. فاش يعني كنسد هكا العجينه كنعاود ندير هكا داك شوكولا كوكيز من الفوق باش يجيو باينين في دوك العوينات او دوك الفتيحات اللي درناهم. صافي هنايا بعد ما كملت التشكيل ديال العجينه ديالي درت هكا في الصينيه ديال الفرن مباشره. فانا كندهنها هذوك الكعيكعات راهم بدات كتطلع فيهم الخميره على ما حضرت الشكل الثاني. صافي غادي ندهنهم مباشره بيضه كامله درت مع واحد النقيطه ديال الزيت، او كديروا الخل او الحليب، المهم كل واحد وشنو مولف. المهم انا ولفت هكايا بيضه كامله مع ديك النقيطه ديال الزيت كتعطيه واحد اللمعه للبريوش راكم كتشوفوا يعني في الشكل النهائي ديالو. صافي غادي ندهنهم مزيان وغادي نزين الكعكات ديالنا بشويه ديال الزنجلان من الفوق، وغادي نخليهم يعني حتى كيخمروا ويتضاعف الحجم ديالهم. بالنسبه لهاد النوبه الثانيه ديال الاختمار ما كيتعطلوش بزاف، تقريبا ديك ربع ساعه ثلث ساعه هكا، يعني 20 دقيقه تيكونوا راهم خمروا وتضاعف الحجم ديالهم. صافي هنا كان البريوش ديالي راه خمر. الفران راني شعلته كيسخن لدرجه تكون 180 درجه. دائما كنشعل عليهم غير من التحت حتى كنشوفهم انهم طابوا، بعد ديك الساعه كنشعل عليهم من الفوق وكنبقى مراقبهم يعني باش هكا كيتحمروا لينا من جميع الجوانب. وهذا تيكون هو الشكل ديال البريوش بعد ما خرجته من الفران، خليته هكا شويه كيبرد. كيف كتشوفوا كتجي فيه واحد اللمعه واحد اللون ديال هكا التحمار تيجي رائع بزاف، والعجينه خفيفه ورطبه.
وهكا دائما كيف تنقول لكم من القليل كنحضروا الكثير وبعجينه وحده خرجنا جوج ديال الاشكال وبنكهات مختلفه. اللي كيبغي المذاق البلدي يلقاه، واللي تيبغي هكا شي حاجه معمره يلقاها. وهذه كتكون هي الطبيله ديالنا ديال اليوم للغوتي. حضرنا فيها بريوش وواحد السلطه هكايا ديال الفواكه والمرافقات اللي تيكونوا دائما في الطبله مع شي كويس ديال اتاي او القهوه. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. المهم غادي نقسم معكم هنايا البريوش ديالنا كيف كتشوفوا فراهم تيجيو خفاف ورطب. هادو اللي منسمين بالنافع والزنجلان، ممكن تزيدوا معاهم حتى شويه ديال الزهر الا بغيتو. مهم راه غير هكا بالزرارع راهم كيجيو منسمين ورائعين. اما بالنسبه للبريوش يعني بعد ما برد زينتو هكا واحد رشيشه خفيفه ديال السكر كلاصي، تقدروا تستغناو عليها الا ما بغيتوش. وحتى هما تجي هكايا العجينه خفيفه، ما تيجيوش عامرين بالعجينه لداخل، تيجيو هكايا عامرين بديك لا كريم باتيسيير مع حبيبات الشوكولاته، تيجيو ولا اروع. كان هذا هو الاقتراح ديالنا للغوتي. ما تنسونيش من صالح الدعاء بالصحه والراحه، والى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.